ناس شققها بلكوناتها كانت بتطل على نص المدينه، صحيوا تاني يوم لقوا برج كامل ما كانش موجود اتبنى قصادهم. ودي مش قصه رعب، لا ده حصل بجد في الصين في مدينه اسمها شانغشا. في عالم التكنولوجيا كل مجال بيحاول يطور من الشغل بتاعه، يبتكر طرق جديده تسرع له الشغل، وده اكيد حصل في المعمار لكن مش لدرجه ان احنا نبني 10 ادوار في نص ساعه. في يونيو 2021 اعلنت الشركه ان هي قدرت تبني مبنى كامل 10 ادوار في خلال 28 ساعه و45 دقيقه بالضبط. هتقولي ده لو عاملينه مكعبات هياخدوا وقت اكتر من كده، عندك حق، بس فعلا ده حصل. تقريبا المسؤولين عن الشركه افتكروا وهم صغيرين كانوا زي بيبنوا بيوت بالمكعبات، وقالوا ليه ما نطبقش ده في الحقيقه، مكعب فوق مكعب لحد ما المبنى يخلص. وفعلا درسوا الموضوع كويس وعملوا ده. صنعوا 10 صناديق شبه الكونتينر كده مصنوعه من الفولاذ، واول ما خلصوا حملوهم لحد مكان المبنى، بداوا يرصوهم واحد ورا واحد لحد لما تكون شكل المبنى، وبس ركبوا الميه الكهرباء، المبنى بقى جاهز للسكن. هتيجي تقول لي طب يا هندسه المبنى ده امان على كده؟ هقول لك ان الشركه اكدت انه اقوى من المباني العاديه وكمان مقاوم للزلازل، ومش بس كده اي كارثه طبيعيه. ولحد دلوقتي ما حصلش حاجه من وقت ما المبنى اتبنى من 4 سنين، وعلى ما اعتقد هم صادقين لحد دلوقتي. بس قولي لو اتعرض عليك تعيش في مبنى زي ده اتبنى بالسرعه دي، توافق؟